ممكن يا أستاذي ما تفهمنيش غلط في اللي هقوله ده. عايز أدخل على موقع معين بس بدون ما أحط بياناتي أو إيميلي. والحقيقة أنا مش فاهمة غلط ولا حاجة، ويا ريت يكون الموقع ده موقع حلال وفيه استفادة ليك، وهجاوبك على السؤال ده. هتدخل على الموقع ده، تدخل رابط الموقع اللي عايز تدخل عليه بحساب، وهتلاقي مجموعة من الحسابات الطبيعية من هنا، وهتقدر كمان تدخل بالبيانات دي للموقع بشكل طبيعي. طب أنت يا هندسة بتقول كلام كده في نوع من أنواع سرقة البيانات. اقول لك لا يا صديقي، اصحاب الاكونتات دي هم اللي مشيرينها لاي حد يستفيد منها. بس خلي بالك في حاجتين مهمين جدا. اول حاجه ان الحسابات دي فقط علشان تجرب الادوات او الموقع ده، فلو عجبك ممكن تشترك فيه بشكل طبيعي ونظامي. تاني حاجه هي انك ما تحطش في الحسابات دي اي بيانات او صور ليك، لان اكيد شخص ما ممكن يخش عليها بنفس البيانات دي. وطبعا الرابط كالعاده هتلاقيه في اول كومنت. بس كده يا سيدي.